السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هدردش معاكم أو هكلمكم عن فيروس أو مرض بيعد من أخطر الفيروسات اللي بتصيب قطاع الدواجن يا جماعة، وهو النكاسة. النكاسة عموما يعني هو فيروس سريع الانتشار بين الدواجن. ممكن يحدث إصابة في القطيع بتاعك بتصل ل100%. يعني القطيع بتاعك بيكون مصاب بالكامل في أوقات لا قدر الله لو أنت ما اشتغلتش معاه صح. كمان ممكن يسبب معاك نافق بنسبة 100% لا قدر الله لو ما تعاملتش مع الصح بقى. اولا فيروس النكاسل ممكن يعيش في اللحوم المجمده يا جماعه لمده تصل ل3 شهور عند درجه حراره صفر. وطبعا ما بيتحملش زي باقي الفيروسات يعني، ولكنه لا يتحمل العيش عند درجه حراره 50 درجه مئويه. ثانيا تتراوح مده حضانه الفيروس يا جماعه من يومين ل 18 يوم على حسب شده ضراوه الفيروس. تالت حاجة أثبتت الأبحاث إن مطهر الفورمالين والفينول أكثر الأنواع اللي ليها القدرة على إخماد الفيروس والقضاء عليه. ده في التطهير يعني إيه في عنبرك قبل، لو لا قدر الله كان عندك إصابة لازم تطهر بفورمالين أو فينول أي حاجات من المختصة دي علشان تقضي نهائي على الفيروس بتاعك وما يجيلكش في الدورة الجديدة. المهم عشان ما أطولش عليك وأحكي لك بقى أعراض الفيروس، آه، أو أعراض الإصابة بفيروس النكاسل يعني عشان لو لا قدر الله ظهرت عندك أي حالة تبقى عارفها عشان في ناس كتير قوي بتخطئ. أول حاجة يا جماعة، واحد ظهور أصوات تنفسية فجأة وبتزيد بالليل. اتنين ظهور حالات شهقة في القطيع بتاعك. تلاتة ظهور إسهال أخضر بيدي لون أبيض جيري كده يعني عموما. أربعة احمرار العرف والدليات باللون الأحمر الداكن أو زي ما بنقول كده يعني إيه العرف مزرق أو الوش مزرق. خمسة حدوث عسر هضم مما يؤدي لوجود العلف في الحصلة لفترة طويلة. ستة حدوث فقدان للشهية في الطعام والشراب. تمانية نزول لعاب من بق أو أنف الفراخ، وتلاقي الفراخ لا مؤاخذة يعني مناخيرها كده لازق فيها السبلة وهي واقفة أو وهي نايمة، تلاقي دايما مناخيرها من كتر اللعاب اللي بينزل من أو السوائل اللي بتنزل من مناخيرها بتحس إن بقها فيه سبلة في المنقار، وعلى المنقار على فتحات المناخير يعني. تسع ظهور حالات عصبية زي الرعاش أو الشلل أو التانية الرغبة يعني إن الفرخ بيتني رقبته من لفوق أو لتحت تلاقي رقبته ملفوفة كده. المهم برضو إزاي بقى تواجه الفيروس؟ أولا بنتعامل معاه كالآتي. أول حاجة يا جماعة بيجب رش مطهر جيد بنسبة لا تقل عن 5 سنتي أو جرام للتر على الطيور والحوائط وكل ما هو موجود بالعنبر وهو في الفراخ، يعني لو حصلت إصابة لا قدر الله من 3 ل4 ل5 مرات في اليوم. اتنين غسيل المسائل بالمطهر مرتين يوميا. رفع درجة الحرارة. تزويد فرشة جديدة. تزويد التهوية. وبنرفع درجة الحرارة يعني لازم تهوي كويس قوي وترفع درجة الحرارة عندك عن درجتين، درجتين زيادة عن المطلوب. كمان بتحط فرشة جديدة. واهم حاجة يا جماعة ما تكتمش العنابر عشان ما ينتشرش معاك الفيروس بسرعة، ما تنتشرش معاك امراض فيروسية. عزل الفراخ المصابة خارج العنبر باستمرار. لو كان المكان بيه أكتر من قطيع عدم الاختلاط بالقطعان يا جماعة الغير مصابة بالمرض. آه، تقدر على قد ما تقدر تحرك فراخك عشان تحسها على الأكل والمية. كمان الأدوية اللي هتستخدمها رفع المناعة غسيل الكلى. تبعد عن أي حاجة فيها أحماض زي السموم مثلا والأحماض الأمينية والحاجات ديت والخل والحاجات ديت فترة الإصابة بالنكاسل. لأن النكاسل بطبعه بيعيش في بيئة حمضية يعني تركيبة الفيروس فمش هندخل فيها يعني. فهو تبعد الفراخ بتاعتك عن استخدام أي أدوية فيها أحماض زي السموم، الخماير برضو ممنوعة، الخل الحاجات ديت عموما ممنوعة في وقت الإصابة. استخدامك بيكون فيتامين سي رافع مناعة كويس ومضاد فيروسي. سقوة مطهر لازم يوميا غير الرش طبعا. سقوة المطهر بتكون نص سنتي للتر مدة من ساعتين ل4 ساعات. آه، دي الحاجات اللي بتقدر تشتغل عليها. فيتامين سي. والحاجات اللي بنبعد عنها قلت لك عليها.
تهتم أهم حاجة زي ما قلنا بالتدفئة والتهوية وتظبط عنبرك، وإن شاء الله بإذن الله لو عملت كده في خلال أيام تعدي من الإصابة. كمان النيوكاسل هو الفيروس الوحيد اللي ممكن لو العنبر اتصاب بنيوكاسل ممكن أحصنه اضطراري وبتجيب نتائج ممتازة قوي، بشرط إن ما يكون فيه في العنبر أي إصابات فيروسية تانية. يعني النيوكاسل ما يكونش جاب معاه فيروس تاني، او جاي بسبب فيروس تاني موجود في العنبر. يعني مثلا ما يكونش معاه اي بي، ما يكونش معاه اتش 9 او اتش 5، ما يكونش معاه جمبورو. تقدر تحسن وبس. والتحصين كل ما كان اسرع كل ما كان اقوى وحقق معاك نتائج اكتر. يعني ما تستناش، لو شفت العلامات اللي احنا اتكلمنا عليها دي وحسيت ان عندك نكاسل وحصنت نكاسل هيرفع معاك المناعة بسرعة، في خلال 24 ساعة مش هيكون ان شاء الله عندك اي اصابة في العنبر بتاعك، وتبدأ بقى ترفع مناعة القطيع وتشتغل على الحاجات اللي قلنا عليها. وإن شاء الله ربنا يسترها معانا ومعاكم ودعواتكم لينا. وبكده أقدر أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هدردش معاكم أو هكلمكم عن فيروس أو مرض بيعد من أخطر الفيروسات اللي بتصيب قطاع الدواجن يا جماعة، وهو النكاسل. النكاسل عموما يعني هو فيروس سريع الانتشار بين الدواجن. ممكن يحدث إصابة في القطيع بتاعك بتصل ل100%. يعني القطيع بتاعك بيكون مصاب بالكامل في أوقات لا قدر الله لو أنت ما اشتغلتش معاه صح. كمان ممكن يسبب معاك نافق بنسبة 100% لا قدر الله لو ما تعاملتش مع الصح بقى. أولا فيروس النكاسل ممكن يعيش في اللحوم المجمدة يا جماعة لمدة تصل ل3 شهور عند درجة حرارة صفر. وطبعا ما بيتحملش زي باقي الفيروسات يعني، ولكنه لا يتحمل العيش عند درجة حرارة 50 درجة مئوية